أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصل الكلام. النهاردة هنتكلم عن كلمة مشهورة جدا اسمها كلمة حشري. والحشري هو الشخص اللي دافس مناخيره في حياة الناس وما يرتاحلوش جفن إلا لما يعرف كل تفصيلة عنك. أصل كلمة حشري بترجع لأيام الأيوبيين والمماليك. كان في ديوان، أو بمعنى أصح وزارة، اسمه ديوان الحشرية. كل شغلته إنه يعمل حصر لأسامي الناس اللي توفت النهاردة ويشوف الورثة. وكان في جريدة يومية بينكتب فيها أسماء المتوفيين، وبتفضل الجريدة دي متاحة لحد العصر في نفس اليوم. ولو ما حضرش حد عشان يثبت آه، قرابته بالمتوفي، بتحط إيد الدولة على المال والتركة. موضوع المواريث الحشرية ده كان بيدخل لسلاطين المماليك فلوس جامدة، خصوصا أيام الطاعون اللي كان بيحصد بالآلاف الأرواح. قطز مثلا لما كان بيستعد لحرب التتار أخد تلت الإيراد بتاع المواريث الحشرية للصرف على الجيش. ده غير السلطان كتوبغا برضه طمع في المواريث الحشرية وحط شروط الورثة، وكانت شروط تعجيزية عشان يطالبوا بورثهم. فالناس خافت تتقدم لا تتعاقب، وسابوا له الجمل بما حمل. ومن يومها كلمة حشري دي بتستعمل للدلالة على التدخل في حياة الآخرين من غير وجه حق. لو عجبك الفيديو، لايك، شير، سبسكرايب. سلام.